السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، آه، يمكنني أن أتحدث عن الكره. لا تستحسن ثروة الكره ثروة في أوساط مجتمعك أو في بيتك. لا تتفوه بذلك وتعتقد بأنه سياج لأفرادك أو سياج ومنعه لمجتمعك. الكره لا يمكن أن يحصل عليه المرء أو الأسرة أو المجتمع إلا أشياء أو مواضيع لا يمكن أن يقطف منها المجتمع ثمرة، لا يمكن أن يقطف منها الاستفادة. لذلك عندما تتفوه في بيتك أو في الشارع أو في منزلك بين أطفالك وأسرتك، لابد أن يكون كلامك موزونا، يحمل الخير، يحمل الاستفادة، يحمل البعد الخير الذي يمكن أن يقطف منه الفرد أو الطفل أو المجتمع، الخير الذي يمكن أن يحميك ويحمي أطفالك ويحمي مجتمعك. لأن الخير لا يمكن أن ينتهي به المطاف إلى الهلاك أو الشر. عندما تستحسن الكره بأنه منعة، هناك هناك الكثير من السلبيات، هناك الكثير من التباين، هناك الكثير من التفاوت، هناك الكثير من عدم الاتفاق الذي يمكن أن يتكون أو أن يعد له حساب في ذلك العقول التي لا تستوعب مدى ذلك الكلام أو ما أهميته أو كيف يمكن أن تضعه في الحسبان. لأن إذن لا تستحسن ذا الكره بأنه وتتفوه به وتترك هذا وتتركه خلفيات يمكن أن يستفيد منه المجتمع أو يستفيد منه منزلك أو أسرتك أو محيطك. لا بد أن يكون مذموما، لا بد أن يكون ممقوتا، لا بد أن يكون شيئا سلبيا، لا بد أن يكون شيئا آه، لا يتطرق إليه لا تتطرق إليه أو تجعله نافذة سلاحك. وإنما يمكنك أن تقيم أسرات الحذر أو التجنب من مسببات الكره أو من الحفاظ التي يمكن أن تتلائم أو يمكن أن تؤدي إلى التجنب هذه الثروة المقيتة التي يبغضها الله ورسوله والمجتمع، ولم يقطف منها سوى الأفراد أو الأسرة أو المجتمع أو أوساط المجتمع أو الأوطان أو الشعوب إلا الخسران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.